سيارات الكيا والهونداي عم بيحصل فيهم اشتعال ذاتي. إذا كان عندك واحدة من هاي السيارات أو بتتاجر فيهم انتبه لهاي الرسالة. بتاريخ 23/3/2023 شركة كيا وهونداي أصدرت بيان استدعاء ل 570 ألف سيارة بسبب الاحتراق الذاتي بالجدل الخلفية اللي هو الواير هارنس في خلفية السيارة. بيحصل تماس والسيارة بتولع لحالها. واليوم بتاريخ 1/4/2023 اجتنا أمر من شركات الشحن بعدم استقبال هاي السيارات لأنهم مش حيحطوها على سفنهم للتصدير. لحد الآن صار اجانا الأمر من شركة MSE والCMA على عدم استقبال هاي السيارات 2023-2022 هونداي سانتا كروز، 2019-2023 هونداي سانتا في، 2021-23 سانتا في هايبريد، 22-23 سانتا في اللي هي الهايبريد بلاج ان، وعندك 22-23 كيا كارنفال حتى إشعار آخر. واللي مش متأكد إنه سيارته ضمن هذا الاستدعاء برجوك تطلع على هاي الصفحة nhtsa.gov/recalls وتحط رقم الشاسيه تبع سيارتك هنا، وحيعطيك تقرير هذا إذا كان فيها أي استدعاء أمان حتى لو كانت موديلات تانية إذا كانت مصدرة من أمريكا. بالنسبة لتجارنا الكرام أرجو التوقف عن شراء السيارات اللي ذكرتهم بهاي الليستة، إنما اللي اشترى أي إشي بالسابق وهي بالطريق عملنا مواعيد مع كيا وهونداي لأن التصليح مجانا، لكن الشحن لسه مش واضح إمتى راح يسمحوا لنا نشحنهم.